بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده يا حبايبي هنعمل طبق الفطار اللي قدامكم ده. ينفع فطار ينفع عشاء، بمكونات بسيطة هنعمل احلى طبق فطار تقدروا تاكلوه في الفطار او في العشاء. حاجة كده ما شاء الله خفيفة وسريعة. معايا بطاطسيتين متقطعين حلقات، طرنشات كده رفيعة، ومعايا طاسة فيها على النار فيها شوية من الزيت، وهحط فيها البطاطس بتاعتي لغاية بس ما تاخد لون. من الجنب التاني هكون طبعا انا غاسلة البطاطس ومقطعها حلقات رفيعة علشان ما تاخدش وقت معايا في السوي، وهرصها كده في الطاسة بتاعتي على شكل وردة، وهنسيبها كده لغاية ما تستوي خالص وتتحمر من الجنب الاولاني، وبعد كده نقلبها على الجنب التاني. خلاص كده البطاطس بتاعتي اتحمرت وقلبتها على الجنب التاني. عندك بقى اي حاجة موجودة في التلاجة، عندك فراخ، عندك لانشون، عندك بسطرمة، اي حاجة موجودة في التلاجة تقدري تضيفيها مع البطاطس بتاعتك. تقدري تضيفي بيض كمان، يعني لو عندك بيض وعايزة تضيفي بيض بدل الفراخ والحاجات دي تقدري تضيفي بيض مكان الفراخ واللانشون والحاجات الموجودة عندك، وتقدري برضو تضيفي عليهم الفراخ واللانشون. بس احنا برضو بنحاول نسهل الموضوع بحيث ان احنا نعمل فطار سريع كده وبسيط، او ينفع برضو في اطباق العشاء. وكمان ضفت عليها فلفل اخضر، ولو في فلفل الوان نقدر نضيف عليها فلفل الوان. طماطم متقطعة ونشيل البذر بتاعها، وبعد كده نضيف عليها بقى شوية من الجبن الموجودة، جبنة موتزاريلا، جبنة مشكلة. دي جبنة مشكلة اللي كانت عندي موجودة في التلاجة، دي جبنة مشكلة. وبعد كده هنغطيها بقى بغطا كده، نغطي الطاسة بغطا لغاية ما الجبنة بتاعتنا تسيح وتطلع معانا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طالعة ما شاء الله الجبنة سايحة وريحتها حلوة وطعمها احلى. طالعة ما شاء الله حاجة كده ما شاء الله جميلة سريعة وبسيطة، ما اخدتش مننا اي وقت، وعملنا احلى فطار او عشاء للولاد. يعني طبق سريع كده وبسيط. الجبنة بتاعته سايحة ما شاء الله، ما خدش مننا اي وقت. شايفين الجبنة عاملة ازاي بتمط ازاي؟ حاجة كده في منتهى السهولة منتهى الجمال. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.